أهلا متابعينا. أثار الفنان الجزائري محمد بن شنات موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره لمقطع مصور ظهر فيه وهو يقوم بتصرف اعتبره الجزائريون إهانة صريحة لرمز من رموز السيادة الوطنية، مقام الشهيد بالعاصمة الجزائرية. فقد ظهر الفنان في مقطع قصير للترويج لإحدى حفلاته بالإمارات، وكأنه يطأ المقام بقدمه في مشهد مثير للجدل فسره البعض بهدف الترويج لأبراج دبي في دولة الإمارات بطريقة غير مباشرة. هذه الحادثة الخطيرة جاءت في وقت تعرف فيه العلاقات الجزائرية الإماراتية توترا ملحوظا، إذ تتهم أطراف واسعة داخل الجزائر بعض الدوائر في أبو ظبي بتجنيد مؤثرين وفنانين جزائريين للإساءة إلى وطنهم الأم عبر محتويات صادمة تستهدف الرموز الوطنية ومشاعر الجزائريين. وفي أعقاب انتشار المقطع المسيء تحركت السلطات الأمنية الجزائرية بسرعة، حيث قامت بتوقيف محمد بن شنات وفتح تحقيق رسمي معه حول ظروف وخلفيات الحادثة، على أن يقدم لاحقا أمام العدالة للفصل في قضيته وفق القوانين. الحادثة أحدثت جدلا كبيرا وطرحت تساؤلات حول حدود الحرية الفنية، وأين تنتهي حرية التعبير لتبدأ قدسية الرموز الوطنية التي تظل خطا أحمرا عند الجزائريين.